السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة جاية لكم في فيديو جديد، فيديو فيه بعض الوصفات كده، مجمع كده بوصفات ممكن تستخدميها في العزومات. لو انت محتارة ولا أي حاجة ممكن تاخدي وصفة من الفيديو ده. أنا مختصراه عشان ما اطولش عليكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة. انا اول حاجة جبت البط وحشيته بخلطة الرز، طبعا كلنا عارفينها، بالبصل والفلفل الاسود والبهارات. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا ما بنقعش الرز للبط بالذات، علشان البط بيقعد مدة طويلة في الشوربة، في السوا يعني، والرز ما يتعجنش. ويا ريت ما تحطيش في قلبه الكبده ولا القنص عشان يطلع الرز منك مفلفل. وطبعا بط يعني ايه؟ يعني صينيه رقاق جنبه. جبت الشوربه بتاعه البط، ولازم تكون بارده بارده جدا، ما تعمليش بشوربه سخنه علشان ما يكونش الرقاق منك معجن. حطيت عليها شويه صلصه وشويه لبن زي ما انتم شايفين كده، بيدوها طعم وتست عالي جدا. وابتديت ابل كده كل رقاقه وارصها كده في قاع الصينيه بعد ما دهنتها بالسمنه. وطبعا بين كل طبقه والتانية شويه سمنه زي ما احنا عارفين. ونبتدي نبل الرقاق كده. بلاش نعمل الشوربه تكون مدخنه كده، لا هيطلع لك الرقاق معجن خالص ومش مورق. وهوريهولك في الاخر ازاي الطبقات بتاعته مورقه وحلوه. وخلاص زي ما احنا عارفين كده، بعد كده بنحط اللي هي الحشوة، اللحمة المعصجة، وبضيف عليها برضو معلقة صلصة لونها محمر اهو زي ما انتوا شايفين. بتديله برضو لون حلو لما تعملي قطع كده ويبقى لونه حلو على السفرة عندك. وبفردها بقى طبعا في الصينية كلها، وبغطيها بالطبقات بتاعة الرقاق، طبعا كلها مبلولة شوربة كده. ونحاول نظبط الصينية بتاعتنا، نحط عليه برضو شوية سمنة حلوين عشان يطلع معانا مورق وحلو. وطبعا بنقطعه قبل ما ندخله الفرن، عشان بعد كده بيبقى صعب علينا ان احنا نقطع صينية الرقاق. نقطعه كده زي ما انت عايزة بقى، اي شكل انت عايزاه، بس لازم يدخل الفرن وهي الصينية لسه طرية كده. وبعد ما اقطعه بحط على وشه السمنة وبيضة كده بشوية لبن وفلفل اسود وشوية ملح، وشوية على وش الصينية كده وادخلها الفرن. بعد كده على شوربة البط برضو عملت شوية محشي مشكل زي ما انتوا شايفين، خس وورق عنب وفلفل وكوسة، اي بقى محشي مشكل انت عايزاه ممكن برضو تستخدميه. ومن نفس خلطة المحشي حشيت برضو شوية ممبار كده، برضو بيتقدم في العزايم مع المحشي، بياخد برضو من نفس الخلطة. كل وصفة من دولي انا عملتها معاكم على القناة بفيديو خاص بيها، لو عاوزين تدخلوا تشوفوا خلطة المحشي اللي انا بستخدمها ني في ني طبعا، وعملتها معاكم كتير قبل كده، فانا بحاول اختصر الفيديو علشان ما تملوش مني، وعشان برضو اللي عاوزة وصفات تاخدها. ابتدينا بقى نسوي المحشي اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده عملت شوية فراخ برضو مشوية. لو انت مش عندك شواية بتجيبي الفراخ وتتبليها، برضو تتبيلة الفراخ عملتها في فيديو خاص بيها، وتبلتها وحطيتها كده، رصيتها على الشبكة وحطيت فحمة. وطبعا بتنزل المادة الدهنية على الفحمة زي ما انتوا حضراتكم شفتوا، بتاخد من طعم الفحم. وادي خلطة الرقاق اهي مورقة مش معجنة ولا فيها اي حاجة. وادي البط استوى وحمرناه حطيناه على صينية الرقاق زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الحلو بتاعنا القطايف، ما يخلاش رمضان طبعا ولا يحلى الا بالقطايف. فعلا انا يعني في ناس كتير طول السنه ما بياكلوهاش الا في رمضان، هي موجوده طول السنه بس ما بنحبهاش الا في رمضان. ادي قلينا القطايف اهيت، حشيناها وقليناها. ده الحلو بتاعنا اللي هيتقدم النهارده. طبعا بنصفيها كده الاول بعد ما بنحط عليها الشربات. وقدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الوصفات عجبتكم والفيديو عجبكم. صوما مقبولا وافطارا شهيا. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.